دايما بسعى ان اكون ست رقم واحد في كل حاجة. عايزة اكون زوجة رقم واحد، عايزة اكون ام رقم واحد، عايزة اكون في كل حاجة اخد رقم واحد. طيب، كأن رقم اتنين ده مشكلة، كأن رقم تلاتة ده مشكلة، مش عارفة اعيش. عايزة اكون اجري ابقى فوق اللي حواليا، بسعى بسرعة علشان اسبق اي حد احس ان هو بيسابقني. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا شاغل كل الستات وتاعب كل الستات، وحتى البنات دلوقتي بقت تسعى للموضوع ده ان هي تكون رقم واحد. الموضوع مش عيب، بس الموضوع ليه ابعاد تانية هنتكلم فيها. بس حابة ان انا اللي دخل عندي جديد احب اعرفكم بنفسي. انا زينب ودي قناتي، بتمنى تنوريني بلايك واشتراك وكومنت جميل منك علشان يوصلك كل جديد. سموا وصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الستات اللي بتسعى دايما ان هي تكون رقم واحد، كأن لو كانت رقم اتنين او تلاتة فدي بالنسبة لها مشكلة كبيرة، فدي بالنسبة لها تأنيب ضمير. بتحس دايما ان هي محطوطة في خانة قليلة. الستات دايما بتجري بالمشوار ان هي تركب فوق الجميع. يعني مثلا هنيجي للبنات اللي لسه متجوزة جديد وجايبة جهازها واستمتعت بجهازها 4 5 سنين، وتيجي واحدة تانية او اختها الاصغر منها او بنت خالتها قريبتها اخت جوزها هتتجوز، تبدأ تبص لتفاصيل جوازها، تبدأ تبص لكل حاجة بتعملها. طبعا هي لما اتجوزت كانت كل حاجة في حياتها جديدة وجميلة، واللي حواليها كانوا مبهورين بيها وهي كمان كانت مبهورة. بس لما جه عليها حد جديد او عمل حاجات جديدة، بتحس لا ان هي عايزة تجري بسرعة، عايزة اوام اوام تلحق تشوف ايه في شقتها علشان خاطر تلحق تجدده اوام، عايزة تبص لنفسها بسرعة عشان تلحق تجري تبقى عروسة زي اللي هي اللي هتدخل جديد. فالموضوع في حد ذاته صعب. صعب في ايه؟ انا معاكي، انا معاكي ان دايما بقولك اتطوري، ودايما زينب بالنسبه لكم ان هي طول ما هي قاعده تتكلم ان كل ست تتطور من نفسها. بس اطور من نفسي لما اكون انا بطور من نفسي لنفسي، مش اني اكون داخله في سباق مع حد. يعني مثلا تيجي هنا الام مع اولادها، الام مع اولادها عايزاهم احسن عيال. مش مسألة احسن عيال ان هم احسن عشان هي بتحبهم، طبعا مفيش شك ان كل ام بتحب ولادها وعايزاهم افضل منها، بس عقلها الباطن من جواها مخلية حتى ولادها في صراع. يعني قبل كده كان عاجبني، كانوا مستضيفين الداعية مصطفى حسني، فكانوا بيتكلموا معاه عن ولاده، فبيقول لهم انا ولادي المذيعه بتقول له، كانت استاذه منى الشاذلي، فبتقول له انا يعني طبعا اولادك وكده انت اكيد بقى يعني مراعي قوي في تربيتهم ومراعي قوي ان هم يكونوا متدينين وكده. فالله طبعا انا بعلمهم الاسس وبعلمهم الدين وبعلمهم كل حاجه انا اتعلمتها، بس هنا بسيبهم يغلطوا علشان هم بني ادمين. انما لو احوط عليهم عشان ما يغلطوش دي انانيه مني. هنا علشان يخاطر يقولوا ان هم ما ينفعش يغلطوا عشان هم ولاد مصطفى حسني، فده بيدعي للدين وبيدعي ازاي تبقوا كويسين، فانا عيالي ما ينفعش ان هم يغلطوا. فطبعا دي حاجه غلط، انا ما عملتهاش مع ولادي. انا معلم ولادي الصح ومعلمهم الغلط، وهم الحمد لله في طريقهم صح، بس بيجي عليهم حاجات بيغلطوا غصب عنهم. هي هنا الموضوع اللي انا طالعه اتكلم معاكم فيه، ان ولادنا ممكن تغلط عادي. مش عيب لما يقولوا ايه ده دي زينب طول النهار تتكلم عن الاخلاق والادب، بس بنتها عملت كذا، بس ابنها عمل كذا. احنا في دنيا، احنا في دنيا. ممكن لما تروحي عند واحده وتلاقيها قد ايه هي مهتميه بنفسها، صبغه شعرها، بيتها كويس، فجري بسرعه عايزه اصبغ شعري زيها واصبغه، انا هلبس زيها والبس. بس انا هنا مش هعرف ابرز جمالي او ابين جمالي. ليه؟ لان انا جوايا حاجات كتير، انا ببين جمالها هي مش جمالي انا. انا ببين حلاوتها هي اللي انا شفتها خدتها حطيتها فيا. فانا لما اكون حلوه اكون حلوه دلوقتي شبه فلانه، انما انا ما بيبقاش عندي حاجه اطلعها لاني ما عنديش وقت. انا طول ما انا قاعده عندي سباق، عايزه اكون رقم واحد. وصدقوني مفيش ست 10/10، مفيش ست
10/10. الست لما تقعد تبص لواحدة هتقول لنفسها ايه؟ انا عايزة ابقى موفرة زي فلانة، عايزة ابقى نشيطة واصحى الصبح زي فلانة بس انا بصحى العصر، عايزة يبقى فيا صحة زي فلانة بس انا تعبانة، عايزة اكون مثقفة زي فلانة بس انا بفهم والله وكل حاجة بس عالمي على قدي. كل ده هي بتقوله بزعل. عايزة اكون هادية زي فلانة بس انا عصبية بس انت قلبك ابيض. عايزة اكون جسمي زي دي، عايزة اكون بخرج واتفسح زي دي، عايزة اكون بشتغل زي دي. فعايزة اقولك انك طول ما انت قاعدة هتفتشي في الستات اللي حواليكي هتلاقي نفسك تدي روحك 0/10، لان فجأة لقيتي روحك ما فيكيش حاجة، مع ان انت مليانة بنعم ومليانة بمميزات حلوة. كفاية انك ام جميلة، جميلة عارفة تحافظي على بيتك، بتطبخي لقمتك، بتصبري على عصبية جوزك، بترضي بقرش بتقدري تسيطري عليه وتقدري تمشي بيتك، بتربي ولادك، بتعلمي ولادك الصح من الغلط. انت بتنجزي في الحياة. انما كوني اجري في سباق في الدنيا علشان اكون ست 10/10 دي استحالة. ممكن اللي انت اعجبتي بيها وقلتي عليها ست بسم الله تبارك الرحمن، انت خدتي منها الجانب اللي عاجبك، انت خدتي منها شعرها الملون والميك اب بتاعها ولبسها، بس ممكن يكون فيها حاجات كتير مش فيكي، انت فيكي حاجات افضل. ممكن تكوني خدتي من واحدة تانية انها معلمة ولادها لغات ومعلمة ولادها مش عارف ايه، ممكن تكون انت غرستي في ولادك الحنية، غرستي في ولادك الرحمة. هتقولي لنفسك لا انا ما عملتش كل ده، انت مش شايفة اللي انت عملتيه من كتر ما انت بتسعي انك وتجري بالمشوار. والدنيا دلوقتي بقت عبارة عن ساحة كبيرة للسبق. انا شايفة كل اللي حواليا عنده قناعة ان هو يركب على اللي قدامه، ان هو يبقى احسن من اللي قدامه. بالعكس، انا شايفة ان ده بالعكس. انا مش شرط لما ادخل بيت حد لازم اقلده. انا ممكن يكون بيتي انا ادفى، ممكن يكون بيتي انا انضف، ممكن يكون بيتي انا في حاجات كتيرة اجمل من بيت يكون فيه سفرة 24 كرسي. فعايزة اقولك اني بلاش تجري في الدنيا، بلاش تجري في سباق، بلاش تقولي انا لازم اكون رقم واحد، انا جوزي لازم يكون رقم واحد، انا جوزي ليه ما بقاش وسيم، انا ليه دي جوزها جميل وانا جوزي مش وسيم. طب ممكن يكون جوزك اللي مش وسيم اللي مش عاجبك ده ممكن يكون بيتقي ربنا فيكي قدامك ومن وراكي، ممكن يكون جوزها هي لا. فاحمدي ربنا على شكله، احمدي ربنا على هيئته. ممكن تقولي انا ليه ولادي مش زي ولاد فلانة، ما هو في عيال تانية بتشرب وبتبقى وحشة وبيعوقوا اهاليهم. احمدي ربنا على النعمة اللي في ايدك. دايما فكري في كل ميزة انت خدتيها علشان تقدري تطلعي الحلو اللي جواكي. اقعدي ارضي من نفسك، ارضي بما قسمته لك. ربنا سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وعشت أسعد الناس. ربنا سبحانه وتعالى شوف قال عليكي إيه؟ تريحي قلبك وبدنك وكوني أسعد الناس وتعيشي عند ربنا تكتبي محمودة، إنك حمد ربنا على كل حاجة. وطبعا العكس لو انت مرضتيش هتبقي عايشة في شقاء وعايشة في عذاب. فعايزة اقولك دوري على الحلو اللي جواكي، هتلاقي حاجات كتير قوي حلوة. مفيش حد فينا 10/10، مفيش واحدة ست رقم واحد، مفيش واحدة ست تقول لنفسها انا افضل من سلايفي كلهم، انا احسن من اخواتي كلهم، انا احسن واحدة، جوزي متجوز واحدة مفيش زيها. الموضوع ده لا، كل واحدة فيها مميزات، كل واحدة فيها عيوب، بس كل واحدة قادرة تبرز مميزاتها وتلمعها وتطلعها وتنورها وتنور اللي سبوت عليها
وواحدة تانية مش عارفة قيمة مميزاتها، مستخبية جواها، مش عارفة تطلع الحلو اللي جواها، من كتر ما هي بتجري ورا الناس بالمشوار علشان خاطر تدور على الحلو اللي جواهم هما وتاخده تحطه هي جواها. فطبعا عمر ده ما ينفع. عمر ما اقلد واحدة بتاكل ازاي وانا اقعد اقلدها، بتتكلم ازاي وانا اقعد اتكلم زيها، قاعدة ازاي فانا اقعد زيها. مش هطلع الحلو اللي جوايا. كل واحدة منكم جواها حاجات كتير حلوة، تفكر فيها، تخلي بالها من نفسها. ومفيش واحدة تقول لنفسها انا مفيش حاجة حلوة في حياتي، لا، ربنا ما قالش كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة، واكون قدرت ان افضفض معاكم. بحبكم جدا. ما تنسونيش بدعوة حلوة ان ربنا يكبر بخاطري ويقومني بالسلامة مجبورة الخاطر، ويرزق كل واحدة ما تتمنى. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم احلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.